الرؤية وأضغاث الأحلام وما يلقيه الشيطان على النائم، وهي ثلاثة أشياء لا بد أن يفرق بينها. فهناك رؤية صحيحة وعرفها الشيخ بأن الإلهامات التي يلهمها الله للروح عند تجردها عن البدن، أو وهو القسم الثاني أضغاث الأحلام، أضغاث الأحلام. وهذه اللفظة جاءت في قصة يوسف عليه السلام لما قال من حول الملك قالوا له أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين. فقسم أضغاث أحلام وهذه لا تاويل لها. وأضغاث الأحلام غالبا مرتبطة بحديث النفس أو أيضا الحديث الذي يقع قبل النوم، الذي يقع قبل النوم، فيأتي الإنسان مثل هذه الأضغاث في منامه. لاحظ كلمة الشيخ الجميلة هنا، قال فإنه كثيرا ما يرى في منامه من جنس ما يفكر به في يقظته، من جنس ما يفكر به في يقظته، فهذه يقال عنها أضغاث أحلام. والنوع الثالث ما يلقيه الشيطان على روح النائم، وهو عبث من الشيطان بالنائم، وخاصة إذا نام ولم يتحصن بالأذكار. أما إذا تحصن بالأذكار فليس للشيطان عليه طريق أن يعبث به في منامه بمثل هذه الأشياء التي يلقيها الشيطان في روح النائم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ويوسف عليه السلام أعطاه الله من العلم ما يميز به بين المرائي الصحيحة وبين الباطلة التي هي إما من ضروب أضغاث الأحلام أو من ضروب ما يلقيه الشيطان على